السلام عليكم ورحمة الله تعالى. سيداتي سادتي، مرحبا بكم. وصفتنا لهذا اليوم بمناسبة حلول الصيف بمدننا المغربية والحرارة المرتفعة في جميع البلدان المغاربية أو المغربية. نقدم لكم اليوم عصير الفراولة الرائع. إليكم المقادير التي سنحتاج في هذه الوصفة. نحتاج إخواني أخواتنا الكريمات أو الكرماء، نحتاج نصف كيلو ديال الفراولة وحبة الكيوي وفنجان قهوة وعصير ليمون، وكذلك نحتاج سكر حسب رغبة كل شخص، وبالإضافة إلى ماء حسب الرغبة كذلك. طريقة التحضير إخواني أخواتي هي كالتالي: تقشر الكيوي ويعصر مع الليمون. من بعد كناخذ الخلاط الكهربائي او الخلاط المولينكس كما كيعلم الجميع، ونضيف السكر والماء والفراوله والكيوي والليمون ونخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم من بعد كندخلوها الثلاجه لكي تبرد جيدا. عندما تبرد إخواني أخواتي نخرجها من الثلاجة ونأخذ كيسان كما يعلم الجميع أو كيسان، ونخويو فيهم كما كتشاهدين في الصورة، أو كيعلم الجميع كاس واحد ولا على حسب الأشخاص اللي عندكم في الدار، وداكشي على حسب الكمية. نصف كيلو ديال الفراولة على حسب الأشخاص اللي عندكم في الدار. اللي كانوا كتار راه غتزيدو، كانوا قلال راه غتنقصو. المهم على حسب داكشي اللي عندكم في الدار. وبالصحة والراحة، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.